تخيل معايا مدينة تكون هادئة وناسها دراوش والدراري صغار كيلعبوا في الزنقة بأمان، وفجأة هاد الأمان كيولي كابوس. الأرض كتنشق وكتبلع الدراري واحد ورا واحد، لا جثث لا أثر لا خيط يوصل للفاعل. واش هي اللعنة؟ واش شي عصابة دولية ولا شي وحش بشري عايش وسط الناس وكياكل معاهم الخبز وهو كيخطط للجريمة الجاية؟ اليوم غنعاود لكم قصة اللي بكات المغرب كامل، قصة سفاح تارودانت. ركز معايا مزيان لأن هاد الشي اللي غتسمع ما غيتقبلوش العقل. حنا دابا في الأوائل التسعينات، بالضبط في مدينة تارودانت العريقة، المدينة المعروفة بأسوارها وتاريخها. هاد الوقيته بدات كتوقع شي حاجة ماشي طبيعية. العائلات بدات كتلاحظ ان ولادها كيمشيو وما كيرجعوش. كيمشي دري للحانوت كدوز ساعة ساعتين ليلة كاملة والو. البوليس في الاول كينسحب ليهم غير حالات هروب عادية، او دراري مشاو لمدن اخرى يقلبوا على خدمة. ولكن ملي وصل العدد 4 و5 و6 ديال المختفين في هاد الوقت القصير، هنا بدينا كاملة بدات كترعد. الخوف دخل لكل دار، والآباء ولاو كيخافوا يصيفطوا ولادهم حتى للمدرسة. تخيل معايا الأم اللي وجدات العشاء لولدها وكتسناه في الباب، والوالد اللي كيقلب المدينة زنقة زنقة درب درب كيسول هذا وهذاك: واش شفتو ولدي؟ ما كاينش اللي شاف وما كاينش اللي سمع. الغريب في الأمر أن المختفين ما كانوش غير دراري صغار، كانوا حتى شباب في مقتبل العمر. هاد الشي خلى الإشاعات تكتر. شي كيقول راه الزهريين كيتخطفوهم باش يخرجوا الكنوز، شي كيقول راه كاين شي غول في الغابة، والبوليس كانوا غاديين في كاع الاتجاهات. ولكن الغموض كان هو السيد الموقف والموقر. المدينة ولات مدينة الأشباح ملي كيطيح الظلام. بقينا هكذا لسنوات والملفات محطوطة فوق المكاتب مكتوب عليها المختفي. حتى جا واحد النهار في سنة 2004، واحد النهار اللي غيقلب الموازين كاملة. واحد المواطن كان غادي بصدفة حدا واد الواعر قرب المدينة، وبالصدفة شاف شي حاجة خارجة من التراب. ملي قرب لقى بقايا العظام البشرية والملابس قديمة. تم عرفوا أن المختفين ما هربوش، المختفين كانوا مدفونين تحت رجليهم. وهنا بدات أكبر عملية حفر في تاريخ المنطقة، وكل الجثث كانت كتجبد، كانت كتكتشف على الوحشية وما كيتخيلهاش العقل. ولكن السؤال الكبير: شكون هو هذا الشخص اللي قدر يقتل هذا العدد كامل بلا ما يتفرش؟ وكيفاش كان كيصطاد الضحايا ديالو؟ والصدمة الكبيرة هي ملي غنعرفوا الهوية ديالو. واش كتعرفوا شكون هو الحاج؟ ملي تحفر واد الواعر وتجبدات الجثث، المدينة كاملة ما بقاش كتناس، المغرب كامل ولا كيهضر على سفاح تارودانت. ولكن السؤال اللي كان محير المحققين: كيفاش هاد الشخص كيقدر يستدرج الدراري الشباب والصغار، يقتلهم ويدفنهم بلا ما يخلي وراه حتى بصمة، وبلا ما يسمع حتى حد الغوات؟ واش هذا جن ولا إنسان؟ اليوم غنشوفوا الخيط الصغير اللي طيح هاد الوحش، والخطأ اللي دارو وما كانش حاسب ليه حساب. البوليس والشرطة التقنية والعلمية بداو كينبشوا في الواد. الصدمة كانت كبيرة، لقاو بقايا الملابس، صبابط قديمة ديال الدراري اللي غبروا، والبقايا العظام. التحريات كانت صعيبة لأن الجثث داز عليها وقت طويل وتحلات. البوليس بداو كيقلبوا في كاع الناس اللي ساكنين قريب من الواد، واي واحد كيبان في ديك المنطقة غريب. ولكن الخيط الحقيقي جا من واحد دري نجا من الموت، ومن شهادات الناس في المحطة. لاحظوا ان كاين واحد الشخص ديما كيدور في المحطة الطرقية، كيبان اللي هو الحاج، الوقور، اللحية الخفيفة، اللي كلامه حلو
وكيعاون الناس. شكون كان كيشك أن الحاج هو اللي هز الموس في شكارته؟ البوليس قرروا يديروا خطة ذكية. بداو كيراقبوا في المحطة الطرقية من البعيد. لاحظوا أن عبد العالي اللي هو الحاج كيركز بزاف على الدراري اللي جايين بوحدهم واللي كيبانوا برانيين على المدينة وما عندهم فين يباتوا. واحد النهار شافوه غادي مع واحد الشاب لجهة الواد في واحد الوقت اللي متأخر. البوليس سبعوه من البعيد بشوية بلا ما يحس بيهم. والفجأة ملي وصلوا لواحد المكان خالي، الحاج بد الموس وبدا كيهدد في الشاب. تما البوليس هجموا عليه وشدوه متلبس قبل ما يوقع الكارثة. تخيل معايا الصدمة ديال البوليس ملي شافو هاد الراجل السبعيني بداك الوقت كان يبان كبير، وهو كيتحول من راجل مسالم لوحش باغي يقتل. ملي قبضوا عليه مشاو لبيتو باش يفتشوه، وتما كانت الصدمة اللي خلات الكبار المحققين يرجعوا اللور. لقاو المتحف ديال الموت، لقاو الملابس ديال كاع الدراري اللي قتلهم مخبيهم بحال سوفونير، لقاو صور ولقاو ادوات اللي كان كيستعمل عبد العالي او الحاج. ما بقاش لقى فين يهرب، جلس قدام محققين بكل بيوت الدم. طلب قارو وقال لهم غنهضر ولكن جيبوا لي الماء ناكل هو الاول. وهنا بدات اخطر اعترافات غيسمحها المغرب في التاريخ الجنائي. شنو قال الحاج والاعترافات ديالو وكيفاش كان كيقتل الضحايا ديالو واحد بواحد، وعلاش اختار بالضبط الواد الواعر. تخيل راسك جالس في مكتب تحقيق وقبالتك راجل كيبان درويش، ولكن ملي كيبدا يهضر كيخرج منه وحش. الحاج عبد العالي الهادي جلس قدام البوليس وبدا كيعاود تفاصيل الجرائم ديالو بالبرودة الدم. خلات المحققين يشكوا واش هذا الراجل انسان طبيعي ولا شي حاجه اخرى. اليوم غنسمعوا اعترافات اللي صدمات المغرب، وغنشوفوا كيفاش كانت النهايه ديال سفاح تاع رودانت. عبد العالي اعترف انه كان كيستغل الثقه، كان كيمشي للمحطه الطرقيه كيشوف دراري صغار اللي جايين من قرى كيبانوا ليه تالفين وما عندهم فين يباتوا، كيقرب لعندهم بالكلام الحلو: اجي يا ولدي بات عندي اليوم ومن الصباح يفتح الله. الدري مسكين كيسحب ليه طاح في راجل طيب وغيعاونو، غير كيوصلوا للبيت كيتغير كل شيء. عبد العالي كان كيستعمل التهديد ومن بعد كينفذ الجريمه ديالو. والصدمه هي انه قال المحققين: كنت كنرتاح ملي كنشوفهم كيموتوا بين يدي. هاد الجمله خلات الصمت يطبق على كاع القاعه التحقيق. من بعد القتل كان كيهز الجثث في الانصاف الليالي لجهه الواد، كان كيحفر ليهم القبور السطحيه ويدفنهم ويرجع لدارو بحال الا ما وقع والو. الصباح كيخرج للمحطه يصلي الفجر ويضحك مع الناس، هو عاد دافن الروح بريئه قبل ساعات قليله. البوليس ملي واجهوه بالملابس الضحايا اللي لقاو في بيتو ما نكرش، بدا كيجبد الحاجه بحاجه ويقول لهم هادي ديال الدري فلان وهادي ديال فلان. كان عاقل على كل ضحيه بالسميه والكنيه ونهار اللي مات فيه. هاد الدقه اللي في الذاكره كانت مرعبه. نهار المحكمه في مدينه اكادير كانت الروينه. العائله الضحايا جاو من كل بلاصه، الغضب كان واصل للسماء. عبد العالي الهادي وقف قدام القاضي بلا ندم بلا دموع. وفي سنه 2005 نطق القاضي بحكم اللي كان كيتسناه المغرب كامل، اللي هو الاعدام. عبد العالي الهادي بقى في الحبس والقصه ديالو بقات وصمة عار في تاريخ الجريمة. ولكن السؤال اللي بقى محير الناس: شحال من سفاح بحال هذا يقدر يكون عايش في وسطنا وما عارفينوش؟ هذه كانت قصة سفاح تاع رودانت، قصة كتعلمنا أن المظاهر خداعة، أن لازم نردوا البال لولادنا مزيان. كنتمنى تكون هذه السلسلة نالت إعجابكم. إذا كنتوا باغيين قصص أخرى حقيقية من أرشيف لجرائم المغرب، ما تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناة حكايات ميد، وقولوا لي في التعليقات واش كتعتقدوا أن الحكم الإعدام كان كافي في حق هذا الوحش
تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في حكايات جديدة.